تخيلي ابنك في يوم يرجع لك من المدرسه ويقول لك محدش عايز يقعد معايا وبيتريقوا عليا علشان لابس نضاره، ولا بنتك جايه تقول لك صحابي بيقولوا لي يا طويله يا هبله، وحاجات كتير من النوع ده اللي كلنا عارفين ان اسمه تنمر. يا ترى ساعتها انت كأم هتعملي ايه؟ تعالي نقلب الموقف، ولو ولادنا احنا اللي اتنمروا على اي عيل، دورنا احنا ايه كأهل؟ احنا لازم نعلمهم ان الاختلاف مش عيب، بالعكس ده الشيء الطبيعي وموجود حوالينا. هنعود عيالنا ازاي يا ولاء ان هم ما يتنمروش على اي حد مختلف عنهم؟ واحد، ابدأي من البيت. ما ينفعش انت تكوني اساس التنمر على خلق الله قدام عيالك، وراحه جايه تتريقي على جارتك اللي تخنت شويه، ولا قريبك اللي صوته غريب شويتين. ما تستغربيش بقى لما تلاقي ابنك بيعمل زيك في المدرسه. العيال مرايات لاهاليهم. 2، علمي ابنك يقف في صف الضعيف. قولي له لو شفت صاحبك حد بيتنمر عليه ما تضحكش مع الباقي، دافع عنه، وكلمه منك هتفرق معاه جدا. 3 حاجه، عودي احكي قصص لاولادك. ما احنا عارفين ان العيال كلها بتحب الحواديت. كيلو انه دكتور مشهور كان بيتعاير وهو صغير انه لابس نضاره، او لاعب كوره كبير كان قصير وصغير عن زمايله ولما كبر اثبت نفسه ونجح وبقى مشهور. 4 حاجه، اتكلمي معاه لو لقيتيه بيتعايز، ولو ابنك قال كلمه وحشه عن حد ما تطنشيش وتعدي وتقولي له بحزم تحب حد يقول عليك كده؟ وانت لو اتقالت لك الكلمه دي هتضايقك ولا لا؟ علمي عيالك انه يتعامل مع اي طفل عنده اختلاف جسدي او عقلي انه زميل وصاحب عادي، مش لازم يكون شبهك عشان تحترمه وتقرب منه. اكيد يا جماعه كلنا تعرضنا للنوع ده من التنمر، وكنا ساعتها مش عارفين ان اسمه تنمر، بس لسه لغايه دلوقتي بنفتكر كلام ومواقف اتقالت لنا زمان. اكتبوا لي في الكومنتات لو عيالكم تعرضوا للتنمر وتصرفتوا ازاي مع المدرسه.